عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الحلوين، عاملين ايه؟ يلا بينا نحكي حكاية اللبن. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه حسن ما بيحبش اللبن، وكان كل يوم لما ماما تحط له اللبن على الفطار كان دايما يكشر ويقول لنفسه: هي ماما فاكراني ايه؟ ان انا لسه صغير؟ لا، ده انا كبير، فاضل شهرين واكمل ال9 سنين، وانا خلاص كبرت على شرب اللبن. وطبعا حسن كان غلطان، لان اللبن دايما مفيد للصغار والكبار. بعد الفطار يقوم يغسل ايديه ويسيب كوباية اللبن زي ما هي. وهنا ماما كانت بتزعل وتقوله: ليه يا حسن ما شربتش؟ ربنا يهديك. ويرد ويقول: ما بشربهوش، ويعاند. ودي اكتر صفة طبعا غلط يا اصحابي، العناد صفة مش كويسة. وماما تقوله: لازم تشرب اللبن لانه بيقوي العظام والاسنان والعينين وينور عقلك. كان حسن يغضب ويقول لها: لا، انا خلاص كبرت، ما بشربهوش، ما بحبهوش، غير الصغيرين بس اللي بيشربوهم اللي عمرهم 2 سنين، لكن انا فاضل شهرين واكمل ال9 سنين. ويقول لماما كده كل يوم، وكل يوم ماما تزعل. بدأ يفكر يقول: ليه ماما كل يوم تزعل مني؟ لاني ما بشربش اللبن. وقعد حسن يفكر ويفكر هيعمل ايه. هل هو هيسمع الكلام؟ هل هو هيسمع كلام ماما وهيشرب اللبن، ولا هيحاول يتصرف ازاي في كوباية اللبن بتاعت كل يوم؟ قال: طب انا هعمل نفسي بشرب كوباية اللبن، وماما لما تشوفني بشرب هتسكت. بس ازاي هفضي كوباية اللبن من اللبن اللي فيها؟ يا ترى اعمل ايه؟ فكر حسن في اخته اللي خلصت كوباية اللبن، وهنا جات له الفكرة انه يحط كوباية اللبن بتاعته مكان بتاعت اخته، وقال لها: اشربي دي كمان. وهنا اخته فرحت بشرب اللبن لانها بتحبه، تحب تسمع الكلام كمان. وهنا ماما جات له وفرحت انه شرب اللبن. قالت له: انت شربت اللبن يا حسن؟ هنا حسن سكت وما قدرش يرد، ولا قال ولا قال لا، لان حسن ما بيحبش الكذب. ورد قال لماما: ماما انا بصراحة خليت اختي تشربه. وهنا ماما زعلت لانه كالعادة مش مستفاد من اللبن حاجة. وبالفعل قام وهو بيلعب مع اخته وبيتنططوا، وقع حسن على رجليه وقعد يصرخ بصوت عالي: اه اه، انا مش قادر اتحرك. وهنا ماما جت بسرعة على صوت الصراخ، لقيته نايم على الارض بيتوجع من كتر الوجع، مش قادر ولا يحركها يمين ولا شمال. هنا ماما قامت بسرعة وقالت له: لا، لازم تروح بينا المستشفى. قامت اخدت اخته وراحت ساقت العربية للمستشفى. قالت للدكتور: يا دكتور ده بيتوجع ومش قادر يتحرك. قال لها: للأسف حصل كسر. وهنا الدكتور قال: لازم يتحط في جبس. عظمك ضعيف قوي يا حسن، ده يخلي العظم يلم الكسر في وقت كبير. وهنا حسن وهو بيعيط قال له: ليه يا دكتور؟ يعني انا كده هقعد على السرير قد ايه؟ قال له: مش اقل من شهر. وهنا قال له: دي المدة طويلة، شهر يعني 30 يوم. وهنا حزن حسن من اللي قاله للدكتور. وماما قالت للدكتور: ايه العلاج اللي انا ممكن اديهوله مع المسكنات يا دكتور؟ قال لها ان هو يشرب اللبن كل يوم عشان رجليه تكون احسن واحسن ويقدر يقف عليها اسرع ويتحسن. وهنا حسن كان كل يوم يصحى من النوم يستنى على الفطار كوباية اللبن عشان يقدر يتحسن ويبقى أحسن وبسرعة، ويحاول يجري ويلعب تاني مع أخته وأصحابه. وجه في يوم من الأيام وهو بيفطر ما لقاش كوباية اللبن زي العادة، فقال لها: يا ماما، هي فين كوباية اللبن؟ قالت له: على النار بيغلي لسه يا حسن. راح قالها: طب ما تنسانيش في الكوباية بتاعتي وتكون كبيرة، عشان هو بيفيد العظام ويفيد الجسم في كل حالته. هنا ماما فرحت وقالت له: حاضر يا حسن، أحلى كوباية اللبن للابن الجميل الشطور اللي بيسمع الكلام. وهنا يا أصحابي نتعلم أهمية اللبن، ولازم كل واحد فينا يشرب سواء كبير أو صغير، لأن اللبن مفيد لجميع أعضاء الجسم. إلى اللقاء في حلقة قادمة من حلقات حكايات وقصص. سلام.